طيب بتعرف بقى تحكي حدوتة؟ تعرف تلخبط الحدوتة وتلخبط تفاصيلها وتحكيها لي بطريقة تانية؟ طب تعرف تعمل من الحدوتة دي كذا مسار؟ طب تعرف تعمل من الحدوتة دي كذا حدوتة تانية؟ عندك إحساس بالإيقاع اللي حواليك، بتعرف إمتى الدنيا ماشية برتم سريع أو برتم بطيء، تعرف كده تتذوق تناسق الألوان، التكوينات الفنية في اللوحات التشكيلية، بتعرف تسمع موسيقى كويس؟ طيب يبقى أنت كده تروح لقسم المونتاج. في قسم المونتاج هتتعلم المونتاج السينمائي على أصوله بقى، يعني مش مجرد شوية برامج وخلاص، هتتعلم ازاي تحكي حدوتة بالمونتاج، ازاي تكون مسؤول عن اخراج النسخة النهائية من الفيلم بمساعدة المخرج وباقي فريق العمل. وكمان هتتعلم الفرق بين المونتاج السينمائي، مونتاج الاعلانات، مونتاج الكليبات، ومونتاج المسلسلات التلفزيونية. بس خد بالك، ودي نصيحة مني ليك، لو انت ما عندكش خلفية كويسة في الكمبيوتر قبل ما تقدم لقسم المونتاج، روح اتعلم شوية حاجات ليهم علاقة بالمونتاج، زي مثلا اتعلم مبادئ ادوبي بريمير، اتعلم مبادئ الدافنشي، اتعلم مثلا برنامج زي فاينل كات. الله، هو انا هتعلم الحاجات ديت قبل ما ادخل المعهد؟ اما انا داخل المعهد اتعلم ايه؟ ما انا قلت لك بقى في الاول، انت داخل تتعلم المونتاج السينمائي على اصوله، داخل تتعلم ازاي تحكي حدوته بالمونتاج، فانت لازم تكون جاي وانت معاك ادواتك. صدقني هتتعب قوي في دراستك لو انت ما بتعرفش تتعامل على برامج المونتاج ولو بشكل بيزكس كده، بشكل مبادئ بسيطه، تكون بتعرف ازاي تقطع الفيديو وازاي تحط فيديو جنب فيديو وهكذا، حاجات بسيطه. ومع الوقت في المعهد انت هتتعلم وتتقن البرامج دي كويس قوي، لكن عشان تبدا تشتغل وايدك تاخد على الشغل لازم يكون عندك خلفيه كويسه عن برامج المونتاج المختلفه.